ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا عامله الفيديو دوت للناس اللي طلعت تتريق عليا انا وجوزي. هو اولا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ثانيا بجد منكم لله على الحاله النفسيه اللي انتوا بتعملوها لنا. يعني عندك كلمه حلوه قولها، مش عندك ما تقولش. انا مش ما غصبتكش تتفرج عليا. دي حاجة، مش بمسك ايدك وامسك تليفونك وادوس اعمل فولو لنفسي. ف... فمش عاجبك، ممكن تمشي بكل احترام. انما ليه قلة الادب؟ ما هي ملهاش معنى تاني غير قلة ادب. اني واحد يطلع يقول لي كان جوزي جاي من الشغل وانا عملت فيه الفلتر بتاع التيك توك دوت اللي هو بيبقى وهو بيضحك بيبقى شكله حزين ده. عملت فيه الفلتر ده بهزر معاه فنزلته، ايه المشكلة؟ كل الناس بتعمل كده، مفيش اي مشكلة. وفي الاخر يطلع يقول لي انا هنزل لكم سكرينات باساميهم. فشوفوا شوفوا قلة الادب. بيقول لي هو سوسن قوي ليه كده، خليه يشرب بريل. يعني ارد عليه اقول له ايه؟ انا ما لقيتش رد ارد عليه غير البريل ده خليناهولك. يعني واحد جاي شقيان وتعبان من شغله، صاحي من الساعة 4:30 الفجر عشان ينزل شغله، وجاي لي الساعة 6 المغرب. حبيت ان انا اهزر معاه، ايه المشكلة؟ افهم ايه المشكلة عندك؟ ولا انت حاسس ان هو ارجل منك؟ ولا انا مش شايفة مبرر ليها غير ان معرفش احنا كايدينك ليه. متضايق ليه؟ مش عاجبك ما تتفرجش، ده اللي انا اعرفه. انا واحدة بتفرج على السوشيال ميديا كتير. اللي مش بيعجبني ما بعملوش فولو. انت بتعمل لي فولو تتفرج عليا وتخش تعلق بكومنتات قلة ادب. عشان دي على فكرة دي بتبين البيئة اللي انت منها. اولا انت مش راجل انك تتريق على خلق الله، انت فعلا مش راجل. واللي يقول عليك راجل اقسم بالله يبقى زيك. ثانيا انت مش عارفة، ولا عندك دين ولا عندك اخلاق ولا عندك حاجات كتيرة قوي. نخش على تاني كومنت. بيقول ايه؟ كنت عاملة فيديو ومنزلاه، وورايا الصورة اللي فوقيا ديت. انا قصدي ان انا اقعد هنا علشان اطلع الصورة. هوريكم الصورة الاول. تمام. شفت الصورة؟ مفيهاش اي حاجة، صورة عادية جدا. ايه المشكلة؟ انا حبيت ان انا ابروز ديت هزار وضحك، مفيش مشكلة. واللي عارفني عارف ميادة اصلا. شاف الفيديو يقول لي ايه؟ يا فرحة امك دكر اللي وراكي. هو دكر، ولو عاوزني اثبت لك هثبت لك. هو دكر. ايه معنى الكلمة؟ برضو عشان الناس الكويسة، عايزاكم تردوا عليا وتقولوا لي ايه معنى كلمة دكر اللي وراكي. ايه المشكلة؟ ايه مشكلة الصورة؟ مضايقك في ايه الصورة؟ عايزة افهم. ولا انت عشان مش عارف تبقى دكر زيه فبتقولي دكر اللي وراكي؟ يعني مش فاهمة. مش عايزة اغلط اكتر من كده. ماله اللي ورايا؟ فعلا ارجل منك. مش شايفاها. ده انا ما ردتش عليه. كان اسمه مصطفى، هو برضو كلب بالنسبه لي اصلا. فانا ما ردتش عليه. واحد تاني بيقول لي انت شمال. شاف مني ايه عشان يقول لي انت شمال؟ عايزه افهم ده. بطلع بالاسدال عادي جدا، مش هاممني حاجه. بطلع بلبس اللي انا بنزل بيه في الشارع. ما طلعتش اعمل فيديوهات زي الفيديوهات اللي احنا بنشوفها. بنشوف فيديوهات كتيرة، ناس بتطلع تستعرض جسمها، وناس بتطلع بلبس مش كويس، وناس بتطلع بحاجات كتير. انا بحجابي وبإسدالي وبلبس اللي بنزل بيه في الشارع، مفيش حاجة عيب ولا حاجة غلط ولا اي حاجة. شمال في ايه؟ ولا انت عشان اتربيت في بيئة كلها شمال؟ وبلاش اقول شمال دي تبقى مين. كان اسمك ايه؟ استنى كده اشوف اسمك. كان اسمك ايه؟
مش عامل اسم ليه. هبقى انزل لكم السكرين بتاعه. فعايزه اعرف انا شمال في ايه. شفت مني ايه اثبت لك ان انا شمال؟ فيديوهاتي كلها معروفه، بنزل على تيك توك، بنزل على كواي، بنزل على الانستا، بنزل على اليوتيوب. فانا عايزه اعرف انا شمال في ايه. الكلمه مش فارقه معايا، اقسم بالله ما فارقه معايا قد ما فارق معايا انك فعلا لو عندك كلمه حلوه قولها، مش عندك بلاش تسبب للي قدامك انه يفضل يحاسبن عليك. انت بتسبب لي تعب نفسي. يعني ممكن انا اشوف كلمه زي ديت، انا ممكن ما اعملش فيديوهات على حاجه انا بحبها. ليه كده؟ ليه قله الادب دي بجد؟ ليه احنا بقينا عايشين في مجتمع كده؟ واحد جوزي شقيان وتعبان وجاي من شغله بيتغلط فيه، انا طالعه بكل ادب واحترام بيتغلط فيا. ليه قله الادب؟ وفي الاخر تروحوا للاكونتات الشمال فعلا تقولوا لي تبقوا هتبوسوا رجليهم علشان يردوا عليكم. وعلى فكره دوت برضو بيبعتوا لي رسائل انا ما بردش عليهم بسبب قله ادبهم دي. فشبهوني ان انا شمال عشان ما بردش عليهم. والتاني مره هقول لك الشمال دي انت عارفها هي مين. تمام. نخش على الكومنت اللي بعده. برضو الصورة اللي ورايا، برضو مضايقاهم قوي. معرفش ضايقتهم في ايه، ما طلعتها معرفش ضايقتهم في ايه، مع ان كل اللي بيجي هنا بيضحك ويهزر عادي. وكل يعني الكل عارف محمد هو ايه، والكل عارفني انا ايه. بيقول لي ايه بقى؟ بص، بيقول لي الصورة اللي وراكي بتدل انك متجوزة خروف. انت فاكره زيك؟ اسمه عمرو. فاكره زيك يا عمرو ولا ايه؟ انت دلوقتي بتقول الصورة اللي وراكي بتدل انك متجوزة خروف. اقسم بالله انا متجوزة واحد لا انت ولا اهلك ولا اللي انت تعرفهم اصلا هتعرف تبقوا في رجولته. ايه الصورة خليتك خلاص عرفت ان هو خروف؟ ليه؟ شفت مني ايه علشان تقول ان هو خروف؟ وبعدين هو مش زيك. مش زيك. تبقوا مش عارفين تعملوا رجالة في بيوتكم وتيجوا تعملوها علينا. فهو مش زيك خالص. مش عارفة جاي تشبه نفسك عندنا هنا ازاي، انا مش فاهمة. فالصورة اللي ورايا هي برضو تاني تالت مرة صورة في استوديو عادي تصورناها، مفيش اي مشكلة، عجبتني انا حطيتها بروستها. ايه المشكلة؟ خلاص الصورة اثبتت لك ان اللي ورايا ان انا متجوزة خروف. ف يعني مش زيك والله العظيم، هو مش زيك علشان تقولي على خروف. هو ارجل منك ومن يعني مش عارفه. بلاش اغلط وانزل مستوايا لمستواك، مع ان انا ممكن انزل مستوايا لمستواك وارجع لمستواي تاني عادي. الكومنت اللي بعديه بيقول لي ايه. كنت عامله على تيك توك عادي جدا اللي هو بتاعت مش عارفه ايه انت مش فاكره اصلا الفيديو. المهم يعني هوريكم الكومنت، اوريكم وصل لايه. اخسى عليكي وعلى رباكي وعلى منظرك. شفتي مني ايه؟ هو اللي ربايا انضف من اللي رباك 100 مره. عشان باين اهو من الكومنت بتاعك باين انت ايه. انما انا ولا بطلع اشتم حد ولا بطلع اهزق حد. وان شفت حاجه ما عجبتنيش خلاص كاني ما شفتهاش. فاللي ربايا انضف من اللي رباك واللي ربى اللي رباك عشان ما عرفش يربيك. عرفت؟ يعني انا ولا ابويا ولا جوزي يتقارنوا بحد شكلك. الكومنت اللي بعديه بيقول لي ايه. عيب عليكي وعلى الحجاب اللي انت لابساه. مش فاهمه شايفني لابسه الحجاب ازاي؟ مش فاهمه. عيب عليكي وعلى الحجاب اللي انت لابساه. فحضرتك شايفني لابسه الحجاب ازاي؟ لابساه ومبينه لك حته من كتفي؟ ولا انت عشان مش طايل اللي عايز تشوفه فبتعلق باي كومنت وخلاص؟
عيب عليكِ الحجاب اللي أنتِ لابساه مش مبيّنة مثلًا، مبيّنة حاجات تانية؟ إيه؟ معنى إيه عيب عليكِ الحجاب اللي أنتِ لابساه؟ مبيّنة نُص شعري عشان تقولي لي عيب عليكِ الحجاب اللي أنتِ لابساه؟ ولا باطلع أرقص لكم في فيديوهات زي الفيديوهات اللي أنا باشوفها، ولا باطلع عريانة، ولا باطلع باعمل حاجات مش كويسة زي فيديوهات كلنا عارفينها، علشان يتقال عليّا إن أنا شمال، ويتقال عليّا عيب عليكِ الحجاب اللي أنتِ لابساه، ويتقال عليكِ اللي رباكِ ما اعرفش إيه، ويتقال جوزِك إيه، وخلّيه يسترجل شوية. فيا جدعان أقسم بالله أنتم شبشب، شبشب عبارة عن شبشب. شبشب، عارفين الشبشب أبو وردة ده اللي بيتلبس في الرجل؟ أنتم شباشب، ما يتقالش عليكم غير شباشب أقسم بالله، ما ينفعش يتقال عليكم بني آدمين. آمم واحد تاني بيقول حد يقطع النت على الخلق ديّة، إيه القرف ده؟ أمّال القرف دوّة بتتفرّج عليه ليه؟ إحنا قرف، أنت بتتفرّج عليه ليه؟ بتدّيني مشاهدتك ليه؟ فالقرف دوّة هو أنت عمر برضه، هو عمر. الكومنتات التاني دوّة بقى الكومنت بجد اللي وقفت عليه كده. دوّة لازم تردّوا عليَّ في الكومنتات وتقولوا لي رأيكم إيه فيه. أنت لو وصلت لغاية هنا لازم تردّوا عليَّ في الكومنتات وتقولوا لي رأيكم إيه في الكومنت ده. بيقول لي بيفكّرني جوزِك، جوزي أنا، بيفكّرني هو اسمه محمد، اسمه محمد، هانزّل لكم الكومنت بتاعه. بيفكّرني بمحمد الزبّال، بس أنتِ جامدة أوي، باقي الكومنت. اللي هو أنت قصدك محمد بتاع الكشري، بتاع واقعة الكشري ده اللي اتطرد؟ ماله؟ راجل محترم، يا ريتك توصل للي هو وصل له، بس انت واحد فاشل، واحد فاشل في حياتك، عشان كده مش عاجبك خلق الله. ماله محمد ده؟ ماله محمد الزبال؟ ماله؟ ولا انت تقصد مع مثلا انك لو انت تقصد انك مثلا تهزق جوزي فبتقول عليه الزبال يعني بتاعكو؟ برضو اذا هو الزبال ده حاجة نظيفة جدا، بيلم زبالتك عشان انت معفن وهو بينضفك، عرفت؟ فالناس الزبالين دول يعني محترمين. ومحمد الزبال لو انت قصدك على بتاع واقعة الكشري فهو محترم وارجل منك ومحترم عنك، وما طلعش خبط في حد. و... وان خبط في حد ماشي، ان خبط في حد فملناش دعوة، دعوة الخلق للخالق. فاهمين معناها ولا مش هتوصل لكم؟ اصلا شكلها مش هتوصل لكم. عجبك فيديو لا تعلق باحترام، لا مش عاجبك تخرج بأدب. تعرف تخرج بأدب ولا ما تعرفش تخرج بأدب؟ ما تربيتش على الأدب. تعرف أو تعرف معنى الرجولة؟ أصل دي حركات نسوان، اللي انتوا بتعملوها دي حركات نسوان. لا وبعد نسوان في ايه؟ حركات نسوان ما ينفعش ان انا اقولها. طبعا انت ولا تعرف معنى الرجولة، علشان انت منسون. انا ارجل منك، اقسم بالله انا ارجل من كل واحد علق تعليق زبالة زيه، وانت متغاظ ان انا ارجل منك. انت شايف ان انا رجولتي معدياك، شايف ان انا رجولتي معدياك، عشان كده بتعلق لي تعليق زبالة، صح؟ يا ريت الناس المحترمين فوق دماغي. بجد 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 انا بحبكم جدا، علشان بتدوني طاقة ايجابية كده ان انا اعمل فيديوهات الناس المحترمة. انما الناس الزبالة ديت، انت لو ما بينك انت والجنة مسامحتي ليك، انا مش مسامحاك والله العظيم. لو ما بينك انت والجنة انت غلطت فيا وانا مش مسامحاك، عشان انت ما شفتش مني حاجة. لو ما بينك انت والجنة خطوة وانا سبب الخطوة اللي هدخلها لك ديت، والله ما هدخلها لك، والله ما هدخلها لك. كاتكم القرف.